السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده تصحى من النوم، مفيش نسمة هوا، لا الشجر بيتحرك ولا السحاب بيجري ولا حتى موج البحر بيتكون. ده لأن الرياح وقفت. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو فعلا الرياح وقفت تماما على كوكب الأرض؟ بس في البداية ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة، الجو هيبوظ خالص. الرياح هي اللي بتنقل الحرارة والرطوبة من مكان لمكان، فلو وقفت أماكن هتبقى حرارتها فظيعة وأماكن تانية هتتكمد من البرد. يعني الطقس هيبقى مجنون تماما. تاني حاجة، المحيطات هتتأثر جدا. الرياح هي اللي بتحرك الموج والتيارات البحرية، فلو وقفت البحر هيبقى شبه راكد، وده هيأثر على توزيع الأكسجين في المية. ممكن كائنات بحرية كتير تموت. وكمان التلوث هيزيد جدا، لأن الرياح بتساعد في نقل وتفكك الملوثات في الجو. فلو مفيش رياح، الدخان والغازات هيقفوا فوق المدن، والهواء هيبقى خانق وصعب التنفس. وما تنساش كمان، السحب والمطر مش هيكونوا طبيعيين. الرياح هي اللي بتنقل بخار المية، فالمطر ممكن يختفي في أماكن ويغرق أماكن تانية. يعني ببساطة، من غير الرياح الحياة على الأرض هتبقى صعبة جدا. الزراعة هتتأثر، الجو هيختنق، والبحار هتموت. لأن الرياح دي مش مجرد نسمة هوا حلوة، دي روح الكوكب. وفي الآخر، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم.